أهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلة في الرحلة مكملين مع بعض. وعندنا النهاردة حلقة مهمة، ناس كتير بتواجه هذا التحدي ألا وهو الأوفر ثينكينج أو التفكير مفرط الزيادة. نرمين أنا على طول دماغي بتشتغل، على طول بفكر، على طول دماغي شغالة ومش عارفة أوقفها. أدخل أنام أفكر، أقعد معرفش فين، دماغي دي خلاط شغال أنا مش عارفة أوقفه. تعالوا النهارده كده نتكلم وندردش شويه كده في موضوع الاوفر ثينكينج، ونفهم احنا فين ومشكلتنا ايه وازاي نقدر نتعامل مع عقلنا لما نفهم عنه كده شويه حاجات حلوه. اول حاجه انا محتاجه اتفرج كالعاده قبل ما ندخل ونشوف هنعمل ايه. كل واحد لازم يشوف حاله، انا مشكلتي ايه في التفكير؟ هل مشكلتي ان انا دماغي على طول سحباني لورا، للماضي، للي حصل، للي جرالي، اللي انا ازاي ما ردتش عليها، انا ازاي سبته يعمل فيا كده، هو انا ازاي ما خدتش بالي من كده، هو انا ازاي التجربة دي حصل لي وعمري ومش قادرة اتخطى؟ يا ترى انا دماغي شغالة في الماضي ولا انا دماغي شغالة في المستقبل وعمالة بتوقع حاجات وبعيش في بكرة، ويا ترى هيحصل ايه وبكرة مخبلنا ايه؟ يا ترى انا في الماضي ولا في المستقبل معظم الوقت؟ دماغي فين؟ يا ترى اللي ماشي في دماغي هو سيناريو واحد انا عماله اعيد وازيد فيه، ولا اللي ماشي مواضيع متفرقه مشتته وانا دماغي كده فيها كذا حاجه؟ يا ترى انا اللي موجود في دماغي ده حقيقي ولا انا بختلق حاجات؟ في ناس يا جماعه بارعه تستحق اوسكار، هي بتالف الفيلم اصلا في خيالها وبتعيش وبتتخانق، تقولي انا اتخانقت اصلا مع جوزي في خيالي واتخانقت واتنكدت وعيطت، وهو اصلا الخناقه ما حصلتش، هي بتفترضها اصلا في الواقع او في دماغها. فيبقى اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، اتفرجي كده واتفرج على نفسك انا فين اصلا. طيب هنعمل ايه بقى عشان نتعامل مع الاوفر ثينكينج ده او ان احنا نتخطاه او نتغلب عليه؟ هنتكلم على 5 كده نقاط مهمين جدا. تعالوا كده نمشي واحده واحده عشان نفهم شويه حاجات عن عقلنا، فنقدر ان احنا نتعامل معاه كده ونحتويه ونعدي كده من اللخبطه اللي احنا فيها. اول حاجه يا جماعه لازم نعرف ان كده كده عقلنا مصمم ان هو يفكر. يعني انا مش هنقدر نمنع عمليه التفكير، فما فيش حاجه اسمها انا مش عايزه افكر في حاجه، انا عايزه افضل كده دماغي كده نرمين في اللاله، انا مش عايزه بجد دماغي دي تبقى عايزاها تبقى هوا. عارفه الناس اللي بتبقى دماغها دي كده فاضيه؟ لا يا جماعه، ده عكس وضد اصلا الديزاين بتاع عقلك. هو نازل عشان يفكر، هو نازل عشان يشتغل، عشان يخدمك، عشان يخدمك. المشكله مش انه يفضل يفكر، المشكله هو بيفكر في ايه. فمشكلتنا مش ان دماغي شغاله وعماله بتفكر، والله لو بتفكر تفكير ايجابي. بمعنى ايه ايجابي؟ مش شرط ايجابي معناه ان هو حاجات حلوه، ايجابي يعني بيخدمني، بفكر في خطه، في تخطيط، في حل مشكله، في فكره بره الصندوق، في ابداع، في تطور، في تدبر، في معاني، في طول ما انا بفكر تفكير بيخدمني، هذا هو نعمه تفكير، مفيش مشكله. الكارثة لما بيكون عملية التفكير شغالة 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 نون ستوب، بس هي بشكل سلبي. سلبي يعني ايه؟ مش اني بفكر في حاجات نيجاتيف او حاجات سلبية، بفكر بطريقة بتأذيني، انا بعطل نفسي، التفكير بتاعي بيشفط الطاقة بتاعتي، بيعملي دريننج، مش قادرة اعمل حاجة. انت مستهلكة طاقتك في التفكير مش في الانتاج، مستهلكة طاقتك في القلق والانكزايتي والتوتر، مش في ان انا اقوم اعمل الحاجات اللي انا عايزاها. يبقى التفكير بتاعي بيأذيني، بيدخلني في حلزونة، في متاهة، سلسلة من الأسئلة والأفكار. طب هو عمل كده ليه؟ طب هو معرفش ايه. أسئلة كلها بره السيطرة بتاعتك، فبالتالي بتدخلك في حلزونة أنا مش عارفة أخرج منها. يبقى أول حاجة عايزين نبتدي ندرب عقلنا عليها إن أنا أفكر، بس لازم في كل مرة أقفش نفسي أنا دماغي شغالة، أسأل نفسي أنا بفكر تفكير بيخدمني ولا بيأذيني؟ أنا بسأل نفسي أسئلة جوه السيطرة بتاعتي ولا بره السيطرة بتاعتي؟ ما أنا لما بقول أنا خايفة لو اتطلقت ولادي كده يتأثروا نفسيا، طب ما أنا ممكن أندم بعد الطلاق، طب ما أنا ممكن أندم لو خدت المشروع، طب ما أنا ممكن أعمل المشروع ويفشل وفلوسي تروح عليا، طب ما أنا ممكن. كل دي احتمالات هي واردة. طب ما أنا طول ما أنا بفكر فيها دي حاجات بره السيطرة بتاعتي، أو طريقة سؤال أو طرح للتحدي أو المشكلة بطريقة تخليني بفكر بطريقة بتأذيني.
طيب أعمل إيه؟ يبقى أنا محتاجة أتكلم مع نفسي بطريقة تانية وأفكر بطريقة تانية علشان تخدمني. فابتدي أقول أعمل إيه عشان لما أنفصل عن زوجي أطلع بأقل الأضرار مع أولادي. محتاجة أتكلم مع خبيرة مثلا تربية، حد يقول لي حطني اون تراك، يقول لي ازاي أقول لهم الحاجة دي، ازاي أفهمها لهم، ازاي أعمل نفسيتهم، عايزة أجيب كتاب أقراه. يبقى أنا عمالة هنا بفكر إيه اللي جوه إيدي أعمله عشان أقلل أو أمنع الضرر ده. طب إيه اللي جوه إيدي أعمله عشان أنجح المشروع بتاعي؟ لكن طول ما أقول طب ما هو ممكن يفشل، طب ما فلوس ممكن تروح عليا، طب ما أنا ممكن أندم، طب ما هتفضلي ستك. لكن لما أقول في احتمالية إن المشروع ده ما ينجحش، أنا محتاجة أتعلم إيه عشان أنجح المشروع ده، أنا محتاجة أستعين بمين عشان أقدر إن أنا أطمن إن المشروع ده هيقف على رجله وممكن فعلا يكون promising أو إن هو ينجح أو إن هو يطلع كده قماش زي ما بنقول. يبقى أنا هنا بفكر بطريقة وبسأل نفسي أسئلة بطريقة تخليني بفكر بطريقة بتخدمني مش بطريقة بتأذيني. يبقى في كل مرة هقفش نفسي في حتة بره سيطرتي في طريقة أسئلة بتدخلني في متاهة، همسك كده وأقول لأ، إزاي أفكر بطريقة تخدمني، إزاي أسأل نفسي السؤال بطريقة تانية يكون داخل السيطرة بتاعتي. دي أول نقطة عايزين ندرب نفسنا عليها، خليكي دايما في الحتة اللي جوه السيطرة بتاعتك. تاني جزئية، بما إن إحنا بقى ما كناش بنفكر صح، فبالتالي بقى عندنا ملفات كتير مفتوحة. طيب فاللي بيحصل ايه؟ في ناس بتكون مشغولة اوقات في الحياة، فبيبتدي عقلك طب انتي مشغولة مشغولة مشغولة، اول ما تدخلي السرير بقى ده الوقت اللي انا ايوه واخيرا لقيتك واخيرا لقيتك. فيقول لي نرمين انا بنام على نفسي، ادخل السرير من هنا عيني بقى تعمل كده، ابتدي بقى كل الافكار وكل الحاجات دماغي تشتغل. نرمين انا ببقى اصلا بحلم بالسرير، ادخل السرير اني انام بقى دماغي دي تمسكني وافضل قاعده ممكن لحد الفجر ولا لحد الصبح دماغي شغاله. ليه؟ من ضمن الاسباب يا جماعه عندي ملفات مفتوحه، انا مش قاعده مع نفسي قاعده صفا كده حلوه بخلصها برتبها بقفلها بشوف لها حلول، بشوف لها ايه اللي جوه السيطره بتاعتي ان انا اقدر اعمله، في حته بره السيطره بتاعتي بستعين بربنا وبوكل ربنا وبفوض امري لربنا، بس في حته جوه السيطره بتاعتي. فعقلك لما صدق فضيتي فبرميلك الملفات دي، يلا بقى هنعمل فيها ايه. يبقى لو انا بالليل بتجيلي ده معناه ان انا محتاجه اخصص وقت في حياتي في يومي اقعد امسك ملف من الملفات الشائكه اللي عقلي بيقعد ينكد عليا بيها، واشوف انا محتاجه اقفل الملف ده ازاي. هل محتاجه اعمل تشافي؟ هل محتاجه الاقي حلول؟ هل محتاجه اعمل خطه؟ هل محتاجه ان انا افكر في الحاجه دي واواجهها واواجه مشاعري واعترف بيها؟ هل محتاجه ان انا استعين بحد؟ ايه اللي انا محتاجاه حسب الملف هحدد انا محتاجه ايه. قد اكون محتاجه اروح لحد متخصص عشان اتعافى من الم معين عندي، قد يكون عندي طريقه تفكير معينه بتخليني احس دايما ان انا ضحيه وانا عايزه اتخلص من طريقه التفكير دي لان دي اللي بتيجي تنكد عليا بالليل. يبقى مهم اشوف ايه الملفات ارتبها وامسك ملف اعمل له كروس اقفله اشتغل عليه لحد ما يتقفل، ونكست هنلاقي اوتوماتيك مع الوقت الدنيا في دماغي هنا بدأت تهدى. يبقى دي النقطة التانية. طيب النقطة التالتة انه في حاجة برضو مهم نفهمها كده يا جماعة عن عقلنا. احنا لما نزلنا الرحلة والارض والحياة احنا نازلين زي ما قلنا قبل كده الطريق مش مفروش بالورود والعصافير والفراشات حوالينا بتدعمك في رحلتك وفي اداء رسالتك، لا، في تحديات وفي معرقلات. فاحنا نازلين عقلك عنده طاقة كده، ايوه انا عايز اشمر بقى وعايز اقابل تحديات واحل وعايز اواجه بقى واحل. هو عنده طاقة لده، عنده اكساس طاقة. عارفين بشبهها بايه؟ عارفين لما بيبقى في طالب شقي كده في الفصل والمدرسة بتشتكي منه، فدايما النصيحة بتبقى ايه؟ وظفي الطاقة دي بشكل يخدمك ويخدمه. ايوه اللي هو يعني اعمل ايه؟ تقولك اديله مهام، خليه يوزع هو الكراسات، خليه هو اللي يتولى، اقف انت شوف مين اللي بيتكلم وانت اعمل، انت قوم ساعد وزع الحاجات دي، انت لملي بقى منهم، انت عدي اتاكد ان كل واحد عامل الحاجه صح. فبدل ما انا هسيبك عندك الطاقه دي تقعد بقى تخيلني بيها بقى وتزهقني وتعمل ديستراكشن للفصل، لا،
احنا نوظف الطاقة دي بشكل يخدمك وانا كمان، وين وين، احنا الاتنين استفدنا. نفس الحاجة يا جماعة، عقلك عنده طاقة، اكساس طاقة، عايز حل مشاكل يا جماعة، انا عايز مشكلة حلها. ايه التفاهة اللي احنا عايشين فيه، ايه الفراغ اللي احنا عايشين فيه ده؟ فمن ضمن الاسباب يا جماعة الاوفر ثينكينج، ان لما انا ما بيبقاش عندي اهداف في حياتي، ما عنديش فايلز بشتغل عليها، ما عنديش تجارب حياة، مش بشتبك مع الحياة، قاعدة فاضية كده على الكنبة، قاعدة ما بعملش لا شغل ولا مشغلة كده زي ما بيقولوا، يبتدي عقلك يعمل ايه؟ حاجة من اتنين. يا عارفين المثال اللي بيقولك الفاضي بيعمل قاضي؟ فبنقابل الناس اللي هي بتقعد تعمل مشاكل على كل صغيرة وكبيرة، وتلاقي كده صغائر الامور هم بيقفوا عندها ويكبروها ويعملوا حاجات غريبة كده. تلاقي مثلا على جروب المدرسة مثلا الاهالي في تمرين، تلاقي مثلا في العيلة، تلاقي ناس بتعمل مشاكل، اللي هو اول حاجة بتقوليها لا بجد دي ناس فاضية، انا بجد مش عارفه هي عندها وقت تدخل، هي مركزة. اول حاجة بتقولي دي ناس فاضية، صح؟ يبقى لو انا عندي الطاقة دي وانتي ما اديتنيش اهداف ملفات اشتغل عليها، هعمل ايه؟ هروح بقى اختلق مشاكل في الواقع، نخش بقى نشتبك ونعمل اي حاجة ونحس ان عندنا تحديات ونظرية المؤامرة، وهي ما احترمتنيش وهي قللت مني، فنخلق بقى احنا التحدي. يا هروح اخلق لك التحدي ده في دماغك. فالناس اللي زي عشان كده قلت لكم في الاول، انا بقعد اختلق بقى والف المشكله واعيشها، واتخيل انه خني وانه رماني وانه حصل، واتخيل انه مشوني من الشغل وانه حصل لي وانه جرالي. انا عايشه بقى الوهم وعايشه بقى بالف، لان عقلك بيقولك الحياه بورنج، ايه الملل اللي احنا فيه ده؟ مفيش الاثاره والتشويق، مفيش المغامره والتحديات، انا عندي طاقه عايزه اشغلها، فبختلق المشكله واحلها مع نفسي واعيشها. يبقى رقم 3، لازم أراجع نفسي، يا ترى أنا عندي أهداف في حياتي؟ عندي ملفات في حياتي بشتغل عليها؟ عندي معنى لحياتي أصلا؟ عندي نقطة عايزة أوصل لها وخطة وتخطيط ورايحة، ولا أنا ماشية كده اليوم بيومه وبنأدي كده يوم ورا يوم ودينا عايشين، فبالتالي دماغي مسوحاني؟ بصوا يا جماعة، أكبر عدو الإنسان هو الفراغ. فراغ إيكوال الشيطان، أنت والفراغ والشيطان ثالثكما. أسوأ حاجة الشيطان أول ما يلاقيك فاضي، تعالي لي يا حلوة يا بطة، هديك بقى انما النجوى من ليحزن الذين امنوا، ده انا هنكد عليك العيشه والعيشنا، وهقول لك ده احنا داخلين على سواد ورايحين على ايام سودا، واللي عدى راح واللي جاي قليل واحنا مش هنعيش قد اللي هنكد عليك. فمن أسوأ الحاجات انك يبقى عندك فراغ، انك تبقى قاعد ما عندكش، ومش مجرد بشغل نفسي بس يا جماعه وعماله بعمل من حاجه لحاجه لحاجه، تقولي والله نرمين انا مش فاضيه، انا بطبخ وعندي مشاوير وبروح الجيم. مش بس ان انا بشغل وقتي بس كل وقت بشغله ليه معنى. انا ليه بعمل الحاجه دي؟ عندي معنى للفعل، عندي غايه، عندي نيه، مش مجرد بنعمل حاجات روبوتس، بنأدي مهام وبنملى فراغات في يومنا. لا 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 لا، اللي انا بعمله ده انا عندي دافع فيه، وعندي نيه وعندي بيربس. وربنا لما يقول لي افنيتي عمرك في ايه، يا رب كنت بعمل كذا في المرحله دي، كنت بعمل كذا كذا، والمرحله دي في حياتي بعمل كذا كذا، عندي رد. مش قاعده كده اللي هو عملت ايه صحيح، انا عمري عدى وانا عملت ايه صحيح، ايه اللي احنا عملناه. يبقى رقم 3، نراجع مع بعض، كل واحده تراجع انا عندي اهداف، عندي ملفات، ولا دماغي مستلماني عشان انا فاضيه، ولا لا مش هو ده السبب، انا ممكن اكون من اسباب تانية. طيب نقطه رقم بعدها، صح احنا 4 ولا في 3 مش فاكرة، فرقم 4 اعتقد، ان احنا في كده يا جماعة، لما قعدت افكر كده واتدبر واشوف، يبدو يا جماعة، يبدو ان احنا في حتة جوانا بتتلذذ لما بتروح في الماضي، او بتتلذذ لما بيبقى عندها فضول للمستقبل، يا ترى بكرة عامل ازاي. يعني يبدو ان كلنا في حتة في عقلنا عندها ده، حتة كده فضول عايزة تشب كده تشوف بكرة فيه ايه، وحتة كده بتحب كده، احنا نحب الماضي كده. طيب فالناس اللي دايما في الماضي والمستقبل، لما قعدت افكر كده واتدبر، لقيت طب ما هو القرآن بيحكي لنا كتير قوي يا جماعة عن الماضي، عن قصص ناس قديمة عاشت زمان، وعن المستقبل اللي احنا هنشوفه حقيقي بقى، ده مش افتراض، ده حقيقي.
في ناس نهايتها كده وفي ناس نهايتها كده، في ناس مصيرها كده وفي ناس مصيرها كده، في ناس هتروح تتخنق يوم القيامة ويقولوا كذا كذا كذا، وفي ناس يوم القيامة هتروح تقول كذا كذا والحمد لله وربنا صدقنا وعده. في مشاهد كتير اتحكت لك دي كده كده هتحصل. يعني اللي عايزة أقوله، اللي عندها عشق واللي عنده عشق أروح للماضي وأحزانه، أو أروح أو لدروسه، هي تقولي ما أنا لازم يا نرمين عشان أتعلم، أو أروح للمستقبل. أيوة طبعا إحنا لازم نبص كده ورا لحياتنا ولتجاربنا ونتعلم منها، نعمل ريفلكشن ونشوف اللي لينا واللي علينا وإيه التطور اللي محتاجين. لازم نشب في حياتنا شوية ونحاول نلقط أي حاجة، نتوقع أي حاجة علشان نخطط ونرسم. بس أنت عندك طاقة أكبر من كده. فلو فضلنا نعيد السيناريو تاني، يلا نعيد بقى في الماضي تاني، يلا ننط للمستقبل تاني، يلا نعيد، طب ما احنا ما بنستفدش حاجة، ده إهدار للوقت. لكن لو أنا خلصت خلاص قصتي وتعلمت منها، خلاص أنا شبيت وحطيت خطتي، مش محتاجة إن أنا بقى أفضل عيد تاني. طب ما نروح نلعب يا جماعة لعبة التدبر، ما نروح نشوف قصص ناس تانية قديمة. واللي مش عايز يعمل ده في التدبر في القرآن ممكن عادي جدا نروح اعمله في قصص ناس في الحياة بتاعتنا. أخطاء الناس كانت إيه؟ أخطاء ناس في البيزنس، أخطاء ناس في قصة نجاحاتها، أخطاء في التدبر في القرآن. ناس زمان ربنا لما حكى لك القصص بتاعتهم ما كانش عشان دي قصص راحت وانتهت، عشان انت قصتك في قصة من القصص دول. دور على نفسك، أنا قصتي فين؟ أنا أنهين في دول؟ أنا مين فيهم؟ فكأن ربنا بيحكي لنا دول أحسن القصص. ليه؟ دي أحسن دروس أنت ممكن تطلع بيها. أنت لو فاكرة أن حياتك هي خلاص هي دي المدرسة اللي أنا هفضل طول النهار ورا عشان أتعلم عشان أتعلم، خلاص هنتعلم منها. في مدرسة تانية، دي أحسن دروس هتتعلميها من القصص اللي ربنا حكاها لك. يبقى لو عندك شغف تروحي للماضي، روحي افتحي المصحف وشوفي قصص الناس اللي سبقتنا والناس اللي عاشت قبل كده والناس اللي ربنا حكالنا عليهم، ونتعلم من أخطائهم، نتعلم من قصصهم. الناس اللي تابعتنا في رمضان، كنا عاملين رمضان اللي فات سلسلة في قصصين عبرة، قعدنا نطلع شوية قصص ونتعلم منها. اللي اتفرج علينا كده استنونا إن شاء الله رمضان اللي جاي، واللي ما اتفرجش الحقوا يلا اتفرجوا على السلسلة قبل ما نبتدي سلسلة رمضان ده إن شاء الله. يبقى هنروح ونشوف ايه ونتعلم. طب ولما نحب ننط للمستقبل، خلاص شفنا زي ما قلنا مستقبلنا وهنعمل، طب بس انا لسه عندي طاقه، ما اروح اشوف المستقبل في القران. انا مستقبلي ايه في القران؟ في ناس كده وفي ناس كده، في مشهد ده وفي مشهد ده. في ناس اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وناس تانية يحشرون حول جهنم جثية ينظرون اليها من طرف خفي. انا هبقى مين؟ طب انا عشان اكون ده وما اكونش ده انا محتاجه اعمل ايه؟ طب ما دي خطه. واحنا مش قلنا بنبص كده عشان نحط الخطة؟ فربنا بيقول لك اهو ده بقى واقع بجد، مش اللي انت بتفترضه بقى في الحياة، ده بجد، دي حياتك الأساسية، انت رايح لهناك. يبقى لازم اوظف طاقتي. ربنا عشان كده حط لك في عقلك حتة، انا عايزة تشوف بكرة عشان ترسم طريقك النهاردة. انت عايز تمشي الصراط المستقيم بتاعك ازاي؟ انت عايز طريق المغضوب عليهم ولا الضالين ولا اللي ربنا انت عايز ايه؟ ارسم. احنا ادينا لك عقلك يقدر يروح للماضي فيتعلم من الاخطاء، ويقدر يشوف المستقبل وينط ويستوعب ان ده وانت اختار عايز الحاضر بتاعك ازاي. يبقى دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، يبقى في توازن ما بين الماضي والمستقبل. بنروح امتى فيهم ناخد ايه عشان اعيش الحاضر وارسم الواقع بتاعي وارسم خطواتي. ومش بس هعيش في القصة بتاعتي، لا، ربنا بيقولك وسع ده، خش في قصص تانية في ماضي الناس وفي المستقبل احنا هنروحه. فبجد يا جماعة التدبر وان احنا نغير علاقتنا بالقرآن وانها مجرد بنقرأ وختمة ورا ختمة ونقعد نحفظ. ناس قاعدة بتحفظ تحفظ تحفظ تقرأ 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 وقافلة على نفسها وما بتقومش تطبق. سيدنا عمر قال لك بيحفظ البقرة في 3 سنين يعيشها ويطبقها. فالاختبار مش فقط طبعا بنحفظ، والحفظ شيء عظيم، بس انك تقوم تطبق بقى اللي انت حفظته، قوم عيش بيه، قوم حط له منهج في حياتك. مش عشان اقعد احفظ وخلاص، هو مش امتحان تسميع يوم القيامه. انت عملت ايه باللي حفظته؟ انت عكسته ازاي في حياتك؟ انت لما شربته كان ايه اثره عليك في حياتك وعلى حياه اللي حواليك؟ يبقى هنا لازم اوسع المنظور
واشوف ان القرآن ده بيكلمني، وده احسن دروس واحسن عبر هي اللي موجودة في هذا الكتاب العظيم اللي احنا بنتعامل معاه للأسف على ان هو بنحطه في العربية، نحطه في البيت، نفتكره في رمضان. لا، هو اعمق من كده. يبقى دي نقطة مهمة جدا ان احنا ندرب عقلنا عليها، ونوظف الطاقة دي بشكل يخدمنا زي الطالب الشقي ده، بدل ما هي بتأذينا وعمالة كده واخدانا في حتة مش كويسة. طيب، اخر حاجة بقى عايزين نبتدي ان احنا ندرب عقلنا عليها علشان تساعدنا ان احنا نحتوي بقى ونسيطر على التفكير المفرط السلبي الزايد ده. دايما هتسمعوا الناس بتقولك لازم تمارس التأمل، ان احنا نعمل مديتيشن، يقعد يقولك تعمل تأمل وتقعد بقى تركز، والسيشنز بتاعت التأمل، ويقولك تأمل بأسماء الله الحسنى، ويقولك تأمل معرفش في حب الذات، وتأمل في معرفش ايه. كل ده كلام عظيم وكلام رائع وكلام فعلا بيساعد عقلك ان هو يبقى في الحاضر، وانك تمسك العضلة بتاعت عقلك، وان انت تبقى present كده زي ما بنقول. مش بنقلل من ده ولا بنقول ده غلط، ولكن انا كنرمين هديكوا نصيحة او هديكوا رأيي الشخصي، اللي عايز يتفق معايا يتفق، اللي عايز يختلف يختلف. احنا متفقين هنفضل حبايب واصدقاء بغض النظر. اول حاجة قبل ما تنط تتعلم تمارس التأمل، واعمل جلسات المديتيشن وجلسات العلاج بالطاقة وجلسات كل ده، مش بقلل ولا بقول ده غلط ولا بأي حاجة. اتعلم الفرض، اتعلم الخشوع في الصلاة. اصلا الخشوع في الصلاة اهم من اي حاجة. ما هو الخشوع في الصلاة يا جماعة انت بتمسك عضلة عقلك، انا مع ربنا، انا حاضر مع ربنا، انا رميت الدنيا الله اكبر ورا ظهري وانا معاك يا رب، انا مستشعر اتصالي بيك، انا عايش معاك. يبقى اروح احط طاقة وادرب نفسي اني اعمل تأملات واعمل سيشنز في اتجاهات معينة وانا عندي فرض اصلا انا مش عارفة اصلا اظبطه. يبقى مين الاولى؟ مين الاولى؟ يبقى المحطة الاولى اروع مفعول هتاخده، اروع شيء لو عملته هتمسك عضلة عقلك وتدرب نفسك على انك تبقى حاضر وتبقى موجود والعضلة تكون تمام ومتثبتة، هو انك تدرب نفسك على الخشوع في الصلاة. وكلنا بنجاهد نفسنا ونركز شوية ونسرح شوية ونرجع نركز ونرجع ننسى، وصلاة بسرعة وصلاة نخشع فيها، كلنا ده حالنا، محدش فينا عايش يعني طول النهار. بنجاهد نفسنا وبنحاول نرتقي. يبقى نصيحتي كنرمين أروع من أي جلسات ممكن تعملوها طاقة أو تأمل أو كل ده، هو إنك في المرحلة الأولى درب نفسك على الخشوع في الصلاة، وإنك توصل لأعلى حالات الاتصال مع ربنا. صدقوني ده أقوى مفعول وأقوى من أي سيشن تانية أنتوا هتعملوها. والله لو وصلتوا لده لقيتوا ساعتها احنا محتاجين نعمل الحاجات التانية، انجوي، روحوا اعملوا اللي انتوا عايزين، مفيش مشكلة. يعني ده قلنا مش حاجات مش لا مع ولا ضد، يعني دي مش قصتنا، لكن دي تبقى في المرحلة التانية، ده رأيي. لكن المرحلة الأولى الطاقة كلها والتركيز والمجهود والخطة إني أنا أخشع واستحضر كده دماغي وامسكها. الله، الصلاة دي أنا خشعت ركعة وسرحت الثلاثة التانيين، يلا هفضل أكيب تراينج. إيه ده؟ الله، أنا بقيت عارفة أركز ركعتين وبسرح ركعتين. إيه ده؟ أنا افتكرت في ركعة وسرحت في التانية بس رجعت افتكرت في التالتة والرابعة. هنفضل في الجهاد ده. كل ده انت عمال تمسك عضلة عقلك، عمال تسحبها، عمال تثبتها. ومش بس كده، احنا بناخد احلى غذاء واحلى شحنة واحلى طاقة واحنا بنتصل برب العالمين. دي كده كانت شوية خطوات تساعدنا ان احنا نتخطى كده الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط اللي بيأذينا وعامل لنا كده شفط للطاقة وعامل لنا استهلاك ومخلينا واقفين مكاننا مش عارفين نتحرك. لا، احنا يا جماعة كل يوم ربنا ادانا طاقة، مش عشان نهدرها في التفكير فقط، لا، عشان نفكر فنقوم ناخد فعل، نعمل قرار، ناخد اكشن، نصلح في نفسنا في المجتمع في الحياة ايا كان. مش عشان نفضل على الكنبة بنفكر وهي دي كده الحياة. لا، الطاقة والعمر ما جولناش علشان نعمل كده. اتفقنا؟ هنحاول كده نجاهد نفسنا ونشتغل ونحاول كده نحتوي عقلنا. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا؟ بشكركم جدا، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة تانية من سلسلة في الرحلة.